اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم إن شاء الله تكونوا في أحسن حال. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم واحد لاصوب اللي تزينوا بها المائدة الرمضانية بواحد الطريقة اللي بسيطة دغيا تتوجد لينا، مغذية ولذيذة لذيذة بزاف. مقادير اللي بسيطة بلا كريمة بلا قوة المقادير. ندوزو إن شاء الله المقادير اللي بساط وفي نفس الوقت كما قلت لكم مغذية ما شاء الله. هنا عندي واحد جوج خيزوات اللي مقطعين طرافات صغار كيف تشوفوا. من بعد بطبيعه الحال ما نقيتهم حيت لهم القلب ديالهم، قطعتهم طريفات صغار. عندي واحد العلبه نتاع الذره معلب اللي مغسوله. عندي واحد العلبه كذلك نتاع الشامبينيون اللي مقطع طريفات صغار، من بعد حتى هو ما غسلته خليته يتقطر. عندي وريقه نتاع سيدنا موسى ودريس نتاع الثومه اللي محكوك في جهه رقيقه، درس واحد. عندي هنا كذلك واحد البصيله اللي مقطعه طريفات صغار تكون صغيره. عندي هنا صدر نتاع الدجاج اللي مقطع طريفات صغار. عندي صدر نتاع الدجاج درت بيه جوج وصفات. الوصفه الاولى هي اللي شاركت معكم نتاع ليكيش ودرت به كذلك لاصوب. عندي هنا معلقه كبيره نتاع الزبده عامره. عندي رشه نتاع البزار، رشه نتاع السكنجبير، وغنحتاج حتى واحد الحكه نتاع الكوزه من بعد ان شاء الله. عندي هنا جوج معالق نتاع زيت المائده وسبعه المعالق نتاع الدقيق، دقيق الفورص. سبعة المعالق يكونوا معبورين بمعلقه كبيره. عندي سيترو نتاع الحليب ويترو نتاع الماء. يعني سهله من هاد المقادير ما كاينينش. دوزو للطريقه. هنا في واحد الطنجره درت هذوك جوج معالق نتاع زيت المائده كبار، دزت عليهم معلقه نتاع الزبده تكون من احسن زبده مزيانه من اصل حيواني باش تعطينا واحد اللذه في هاد لاصوب هادي. زدت البصله كذلك، غادي نخليها تقلى شويه، وحتى دوك وريقات نتاع سيدنا موسى باش يطلقوا ليا لوغو نتاعهم نخليهم يتقلاو ليا شويه. نسيت ما شاركتش معكم الملحه. هنا درت قياسين تاع الملحه وعلى حسب الذوق نتوما. بالنسبه للملحه ما تكثروش بزاف حيت الشامبينيو راه تيكون فيه واحد النسبه نتاع الملحه. صافي هنا تنقلي العناصر ديالي حتى البصيله شويه تهبط ليا هكا وتذوب كيف شفتوا على هذا الشكل هذا. وطلق ليا ورقه سيدنا موسى النكهه ديالها. هنا غادي نزيد الدجاج اللي كنت حتى هو غسلته بالسكنجبير. ما ديروش ليه يعني الخل، ديروا ليه غير سكنجبير والملحه باش تحيد منه ديك الزفوريه باش ما تجيناش محمضه. هاد لاصوب نتاعنا زدت هذاك خيزو كذلك حتى هو اللي مقطع طريفات صغار. تبارك الله الالوان كيفاش تجي والمذاق ما نقول لكمش، رائعه بزاف. زدت رشه نتاع البزار ورشه نتاع السكنجبير وغادي نقلي العناصر نتاوعي مزيان. كل ما قلينا الحاجه بوحدها كل ما تعطينا لذه كتر وكتر لهاد لاصوب هادي اللي صدقوني غادي تجربوها غادي تعجبكم بزاف. ولا بغيتو تبدلوا الدجاج بالقيمرون يمكن لكم تبدلوه، في عوض ما ديروا الصدر نتاع الدجاج ديروا القيمرون، يعني كميه قليله. هنايا كذلك زدت هذيك العلبه نتاع الشامبينيون اللي مقطعه كما قلت لكم طريفات صغار، وغادي نقلي حسوا مع العناصر الاولى اللي تنقلي فيهم بحال هكا. حيت كما قلت لكم وغنكرر راسي في هذه المساله، كل ما قلينا الحاجه كل ما تعطينا لذه كتر وكتر. هنا زدت هذوك 7 المعالق نتاع الدقيق الفورص اللي عامرين. بالنسبه هنا راه درنا بحال البيشاميل، يعني غادي نديرو بحال البيشاميل. نقصوا البوطه ونقليو غير بشويه، يعني في هذه المرحله هذه نقصوا البوطه وانتم تتحركوا ما تحيدوش من حداها باش ما يتحرقش لكم، حيت الكميه نتاع الزبده ونتاع الزيت راه قليله مضاعف نتاع الدقيق، راه درناه مضاعف يعني 7 المعالق. صافي هنا غادي نحرك مزيان نخليه بحال هكا حتى يتحمر داك الدقيق ويتبدل ليا اللون نتاعو. هنا صافي من بعد ما قليته انا ناقصه البوطه، نكرر راسي في هذه المساله. غادي نزيد الحليب بلا كريمه، شفتوا ساهله ماهله. غادي نزيد الماء وعاود غادي نزيد الماء كما قلت لكم راه يترو نتاع الماء في نفس يترو نتاع الحليب. صافي غادي نحرك في هذه المرحله مزيان. فزت الحليب والماء العناصر اللي عندي باش يتفك لي هذاك الدقيق باش ما يبقاش ليا مكور بحال هكا مزيان. فكو حتى نحس راه الدقيق ما بقاش ليا مكور نهائيا في لاصوب نتاعي. صافي بحال هكا راه دابا زدت عاود الماء كما قلت لكم راه درت يترو نتاع الماء قدامكم كلشي. غادي نحرك مزيان، عافاكم الا ما حركوا مزيان باش ما تبقاش لكم مكور هذاك الدقيق. هنا غادي نزيد اخر حاجه، غادي نزيد هذيك العلبه نتاع الذره. صافي من بعد ما زدتها غادي نخليها طيب. يمكن لكم ديروا حتى يعني اللي بغى الضويمه يزيد واحد الضويمه شويه من ضويمه نتاع البكري وصافي. هذه غير اختياريه اللي بغيتو تزيدوها، اما هي بحال هكا تجي لذيذه 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 بزاف. شوفوا تبارك الله القوام ديالها كريمي، ما درناش فيها الكريمه، تبارك الله قوامها كريمي. غير نمهلوا عليها البوطه وخليوها طيب على خاطرها. بالنسبه لهذاك خيزو او الزازر
خصو يجينا شويه تيقرمش، يعني ما نحلوش خيزو فيها حتى يجي طايب بزاف. لا يجي تيقرمش تبارك الله جات رائعه. غزاله راه باينه، طريفات نتاع الدجاج، طريفات نتاع الشامبينيون، خيزو ما شاء الله ولا اروع. شي حاجه اللي لذيذه لذيذه بزاف، غتعجب وليداتكم وغتبقى معتمده عندكم حتى من بعد رمضان ان شاء الله. لا طول ربي العمر هكا تبقاو ديروها في العشاء. شي حاجه اللي سهله ماهله دغيا نوجدوها وفي نفس الوقت مغذيه ما شاء الله لينا ولوليداتنا. ما شاء الله واحد لاصوب اللي غنيه ما شاء الله بالفيتامينات ورائع.